احلى مسا على كل الاهلاويه. حابب النهارده اكلمكم على مباراه الاهلي وصن داونز. طبعا مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، حتى لو كانت بتلعب على ارضه في استاد السلام. صن داونز فريق خطير جدا في تمريراته وهجماته، بتكون بتشكل دقه كبيره جدا، بيترجموا الفرص اللي بتجيلهم اهداف. نيجي نبص على مباريات صن داونز في البطوله المحليه. هو متصدر الدوري بعد 21 مباراة، كسب 18 ماتش، اتهزم ماتشين وتعادل مباراة، جايب 39 جون في البطولة المحلية. لو جينا نبص على مشوار صن داونز الأفريقي، هو لعب 4 مباريات كسبهم كلهم. دور ال 32 كان بيلعب كسب 7-0 و8-1. مباراة دوري المجموعات كان بيلعب الهلال السوداني كسب 1-0، كان بيلعب القطن الكاميروني في الكاميرون، وده حقق مفاجأة كبيرة جدا ان هو كسب 3-1. بالنسبة لإحصائياته في دوري أبطال أفريقيا، هو جايب 19 جون. دايما نادي صن داونز بيلعب على الهجمة المرتدة وعلى المثلثات، ما بيلعبش كور طولية أو بيلعب الباصات القصيرة. لو جينا نبص على احصائيات صن داونز امام القطن مثلا، كان ليه 6 فرص ترجم 3 منهم لاهداف. بيلعب محاولات على المرمى 12 محاوله، 5 منهم في التارجت في المرمى. طريقه لعب صن داونز على الكور قصيره، جايب 658 كوره قصيره. نسبه التمرير بتاعته بنسبه 87% دقه التمريرات. استحواذ كان 67%، ده بالنسبه لماتش القطن اللي هو بيتلعب خارج ارضه في الكاميرون. لو جينا نبص على احصائيات مباراه الهلال يا جماعه، هتلاقي 20 تسديده، 7 على المرمى، 600 تمريره صحيحه، 89% دقه التمرير. الاستحواذ بتاعه كان 71%. لو جينا نبص على اهداف نادي صن داونز، هتلاقي ان صن داونز بيتميز بدقه التمرير، وبيتميز ان هو عنده مهاجم واجنحه بتخلص المباراه في اي وقت. يعني لو جاله 6 فرص او 7 فرص، ممكن يجيب 4 في الجون. كل الشغل بتاعه بيعتمد على العمق، 61% من اهدافه جايبها من العمق. الاهداف الباقيه جايبها من الطرف اليمين او الجناح اليمين 33%، من الجناح الشمال 7%. التمركزات دايما بتكون عنده من العمق، يعني الجناح او الهاف الشمال بيخش ورا الباك اليمين، سواء لعب محمد هاني، والهاف اليمين عنده بيلعب ورا علي معلول، بين علي معلول وبين عبد المنعم، وهيشكل خطوره كبيره جدا لو لعبوا هم بالطريقه دي قدام النادي الاهلي، والاهلي ما ضغطش من اول دقيقه. بالنسبه لمباريات النادي الاهلي مع مباريات صن داونز، كل اللقاءات هي 12 لقاء، الاهلي كسب 5، وده طبعا تفوق للنادي الاهلي او المارد الاحمر على صن داونز، لكن 3 فوز لصن داونز و4 تعادل. لو جينا نبص للمدير الفني لصن داونز، هو اشتغل مع موسيماني واشتغل مع مساعد موسيماني. اهم اللعيبه اللي موجوده عنده مارسيلو ليندي، ده من تشيلي، لاعب وسط تمريراته دقيقه جدا وتمثل خطوره كبيره جدا على اي دفاع. وفي طبعا زواني احنا عارفينه من 2019، وفي سيرينو. دفاع صن داونز يعتبر اقل الخطوط اللي موجوده، لان هو برغم ان هم عندهم اطوال عاليه، لكن مشكلتهم ان هم مش بيعرفوا واحد على واحد يغطي. مشكلتهم في التغطيه يعني العكسيه، او السيردباك لو اتلعبت كوره من وراه. هو دايما صن داونز متعود ان هو ايه يا جماعه، ان هو يهاجم، ما تعودش ان هو ايه حد يهاجم عليه او حد يضغطه. فطبعا ان شاء الله احنا نامل النهارده ان مارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي تطبق الضغط العالي زي ما احنا متعودين في اي ماتش النادي الاهلي. انا من رايي ان النهارده التشكيل يكون محمد الشناوي حراس المرمى، 2 سردباك هيكون محمد عبد المنعم ومحمود متولي، دي طبعا افضل ثنائيه بالنسبه للدفاع بالنسبه للنادي الاهلي. علي معلول باك شمال، محمد هاني باك يمين، واليو ديانج وحمدي فتحي في خط الوسط، مركز 6 مركز 8 اللي هم الاثنين بيجدوه طبعا. وانا من رايي بدل قفشه يلعب احمد القندوسي
مركز رقم 10. احمد القندوسي بيتميز ان هو بيعرف يمسك كوره، وان هو بيعرف يميل للهجوم، وتسديداته قويه جدا، هيعمل خطوره على فريق صن داونز. اما في الاجنحه حسين الشحات هيلعب ناحيه اليمين، واحمد عبد القادر ناحيه الشمال، وقدام كهربا. هيقدروا ان هو ايه، انا من رايي حسين الشحات لما بيضم قلب الملعب بيقدر ان هو يعمل كور طوليه خطيره لاي مهاجم او اي جناح جاي، زي ما حصل في الماتشات اللي فاتت، سواء لكهربا سواء لعبد القادر. من رايي ان هو يبدا ب 4-4-2، بلاش 4-2-1-3، يغير الطريقه شويه، بلاش قفشه يلعب من البدايه، لان قفشه برضو مش في مستواه. وان شاء الله هيكون الفوز حليف النادي الاهلي، وان شاء الله الاهلي ياخد ال3 نقط، والماتش العوده مع صن داونز ناخد نقطه حتى تعادل، يبقى معانا 4 نقط ان شاء الله. وبعد كده يكون مباراه القطن الكاميروني سواء في القاهره او في الكاميرون، الاثنين ان شاء الله يبقى فوز النادي الاهلي، وان شاء الله الاهلي يحسم الصعود. بس اهم حاجه عنق الزجاجه هي المباراه صن داونز دي، ان شاء الله الاهلي يعدي منها باذن الله، وان شاء الله يكون الفوز حليف للنادي الاهلي. شكرا ليكم.